السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. عارفين الاخطاء اللي احنا بنقع فيها كل سنة في عمل كحك العيد؟ السنة دي هنتخلص منها تماما وهنعمل احلى طريقة لكحك العيد، خفيف وهش كده والنقشة ثابتة وكمان بيدوب في البق ذوبان. طب ايه الاخطاء اللي احنا بنقع فيها كل سنة؟ هقولك يا ستي. دايما بنعمل الكحك ممكن النقشه بتاعته ما تكونش ثابته، واول ما بيدخل الفرن النقشه بتضيع تماما. سنه بنعمله ناشف او سنه بيكون ناعم بزياده، سنه بنلاقيه طري ومش مفرول كده، وفي سنة تانية بنلاقيه ان ريحته بتتغير بسرعة. كل الاخطاء دي هقولك ازاي تعالجيها وهتعملي اظبط كحك ممكن تكون عملتيه في حياتك. لكن لو اول مرة بتشوفيني، انا رنا. ايوه، اللي انت شايفاني دي انا رنا. ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو وكمان تشتركوا في القناه وتقولوا لي في الكومنتات ايه رايكم في الوصفه دي ومن اي بلد بتتابعوني. وطبعا ما ننساش الصلاه على الرسول عليه الصلاه والسلام. معايا 6 كيلو من الدقيق، نزلت بمعلقه كبيره من البيكنج باودر وكوبايه كبيره من السمسم. هقلبه بالاول كده. بعد كده ال6 كيلو دقيق او 6 كيلو طحين هنضيف عليهم 3 كيلو من السمنة. ويا سلام بقى لو السمنة دي تكون سمنة فلاحي، او على الاقل ميكس بين السمنة الفلاحي والسمنة الصناعي. لكن طبعا لو كلها صناعي فمش مشكلة بما ان السمنة الفلاحي غالية قوي. سخنت السمنه على النار كويس قوي بالفلاحه كده، قدحتها على النار وبدات ان انا انزل بيها على الدقيق او على الطحين. بقلب بحاجه ستانلس، وطبعا الدقيق موجود في حاجه ستانلس، يعني ما ينفعش ننزل بالسمنه في حاجه بلاستيك. قلبت كده بحاجه ستانلس، معلقه كبيره ستانلس، لحد ما قدرت ان انا امد ايديا او اشتغل بايديا. بدات كده ان انا افرك الدقيق مع السمنه بايديا بحيث ان كل حبات الدقيق تتغلف بالسمنه، والخطوه دي مهمه جدا. بقى يجيب كده الدقيق بالسمنة على جنب، وببدأ بإيديا كده واحدة واحدة بحيث ان الدقيق كله يشرب من السمنة. والخطوة دي على فكرة مهمة يا جماعة. طب احنا ليه بنقدح السمنة او بنسخنها قوي؟ لما السمنة تكون مقدوحة مهما يغيب عندك عمره ريحته ما تتغير. بجيب هنا معلقتين من ريحة الكحك ومعلقتين كبار من الخميرة، وبضيف عليهم 3 معالق سكر بس. بجيب بقى لبن اللي هو الحليب، وبنزل على ريحة الكحك كده وعلى الخميرة. طب ليه ما نزلتيش بريحة الكحك على الدقيق زي ما احنا متعودين كل سنة بنقلب ريحة الكحك على الدقيق؟ هقولك يا حبيبتي، لو نزلنا بريحة الكحك على الدقيق ونزلنا بالسمنة سخنة جدا هتبوظ ريحة الكحك اللي انت ضفتيها. علشان كده بندوب ريحة الكحك في شوية حليب كده، ولو ما عندكيش حليب ممكن مية، وبنزل على الكحك بعد ما بغلفه كده بالسمنة، وعليهم كمان معلقتين كبار من الخميرة البيرة. الكمية دي اخدت معايا لتر وربع بالظبط من الحليب. الحليب بقى اللي انا نزلت بيه على ريحة الكحك وعلى الخميرة، واللي انا نزلت بيه زي ما انتوا شفتوا دلوقتي. يعني المهم كل كمية السوائل اللي انا نزلت بيها على الكحك لتر وربع من الحليب. ببدأ كده اعجنهم مع بعض كويس، طبعا حسب نوع الدقيق ممكن يقبل منك اكتر شوية او ممكن اقل شوية. عجنت لحد ما تاخدي القوام ده. بايديكي بتكون نظيفة والعجانة كمان نظيفة وبيكون طري. لما تتك عليه كده بيتلف معاكي وفي نفس الوقت لما تضغطي عليها ما تشققش. دي العجينة الناجحة بتاعة الكحك. لكن لو انت ضغطت عليها ولقيتيها بتشقق منك او بتنشف بسرعة يبقى لسه محتاجة سائل. طيب احنا هنعجن بحليب ولا ميه؟ مين الافضل؟ شيء طبيعي، ده سؤال ما يتسالش. اكيد طبعا الحليب لما بنضيفه على اي حاجه بيكون حلو طبعا. لكن لو مش موجود عندك حليب او مش موجود عندك اللبن فنقدر نستخدم ميه عادي. لكن انزلي بالسائل بالتدريج، سواء حليب او ميه. انزلي بالتدريج لحد ما تاخدي القوام المظبوط، لان كل نوع دقيق بيختلف عن النوع التاني. لكن هنا انا 6 كيلو دقيق اخدوا معايا لتر وربع بالظبط من الحليب. طب لو انا مش عايزه اعمل 6 كيلو، عايزه اعمل كميه اقل، خلاص اقسمي المقادير بالنص. يعني 3 كيلو من الدقيق ضيفي عليهم كيلو ونص من السمنه، ومعلقه ريحه كحك واحده، ومعلقه خميره واحده. وطبعا كميه اللبن هتكون بالنص، هتكون حوالي نص لتر او نص لتر وزياده شويه. شكلته زي ما انتوا شايفين كده. طبعا انا كنت حاشياه ملبن وبدخله الفرن على نار هاديه جدا. ودي اهم خطوه يا جماعه في تسويه الكحك، نار هاديه جدا من فوق وكمان هاديه جدا من تحت. طب ايه اللي بيخليه طري كل سنه؟ غلطة كبيرة يا جماعة، او مكون بنضيفه دايما على الكحك بيخليه ان هو يضطر منك مهما تسويه بتلاقيه بياخد لون احمر بسرعة وبيكون طري. هو السكر. ما تضيفوش سكر على عجينة الكحك. هتضيفوا سكر يبقى 3 معالق بس على الخميرة، مش اكتر من كده. لكن انا بشوف ناس بيزودوا بيحطوا على السكر بالنص كيلو وكيلو كده، بتلاقيه اضطر منك بسرعة وبياخد لون غامق بطريقة فظيعة.
لكن هي دي الطريقة الصحيحة لعمل الكحك. ولو عايزة ترشي سكر بودرة على الكحك يبقى ساعة التقديم بس، اوعي تشيلي الكحك وهو عليه سكر بودرة، هيسيح منك ومش هيكون حلو. اتمنى ان الفيديو بتاعي يكون عجبكم، متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة. هسيبكم في رعاية الله والسلام عليكم.